عندي خبر اتمنى وارجو ان يكون خاطئا وان كنت متاكد انه صحيح. يا ريت يا وليد يا سليمان تجيب لنا شكل المدرجات في مباراه النهائي بين الزمالك وانبي. عارفين المباراه دي جابت كام ايراد رسمي او بلاش؟ عارفين الزمالك خد كام ايراد؟ خد 42,000 جنيه ايراد لهذا اللقاء. 42,000 جنيه فقط لا غير. المباراة دي بتبقى 3 تلات، تلت الزمالك، تلت انبي، تلت اتحاد الكورة. 42,000 جنيه في ملعب كان مليان بالشكل ده، كل الجماهير اللي موجودة كلها جماهير الزمالك، ومباراة كانت ممكن تحل جزء كبير من مشاكل نادي الزمالك، ياخدوا فيها 42,000 جنيه. الخبر اللي عندي ده بقى اللي انا مش متأكد منه 1000%، انه قالوا حوالي 4,000 تذكرة اتوزعوا على سبيل الدعاوي او يزيد. الخبر اللي عندي اللي بيقولوا ادوا 2000 تذكرة لبعض من الجماهير، وادوا 2000 تذكرة لبعض من المحاسيب. احد اعضاء مجلس ادارة خد 2000 تذكرة، وواحد مهم في النادي خد 400 تذكرة، وادوا 2000 تذكرة لجماهير كده جدعنة. وجماهير الزمالك مش عايزة تذاكر جدعنة، لأنها هي بتحب تصرف وتجيب، تحب تشتري التذكرة. فصدق أو لا تصدق إن مباراة إنبي والزمالك اللي هتشوفوا صورة جماهيرها على الشاشة دلوقتي إيرادها 42,000 جنيه. بص حضراتكم الملعب، شكرا يا وليد. دول جابوا النادي الزمالك 42,000 جنيه. أنا بقول لكم متقسمة 3 تلات، تلت للزمالك وتلت للاتحاد وتلت الانبي. دول هنقول 65,000 متفرج الساعة الرسمية لاتحاد الكورة. 65,000 متفرج الساعة الرسمية أو 64,000. ده مفيش خرم إبرة، ده اللي بره الاستاد كانوا زي اللي جوه الاستاد. والماتش ده جاب كده، وأظن قبلها ماتش كان الحدود أظن جاب 30,000 جنيه أو حاجة زي كده، وكان الملعب برضو على آخره، والجماهير وفرحتها وعملت احتفاليه وخسرت البطوله. مفيش غير يوميها 30-40 واحد اللي خرجوا على النص واستمتعوا في الملعب وخرجوا في منتهى الاحترام والادب باستثناء بعض الاطفال الصغار. وبصوا دول جابوا 42,000 جنيه لنادي الزمالك، ومحدش على فكره بيتكلم، محدش بيتكلم، محدش بيفتح بقه، محدش بيقول حاجه. فهل ده مقبول؟ انا مش عارف. جايز. بصوا حضراتكم الشكل عامل ازاي، مفيش خرم ابره. ويوميها قالوا التذاكر نفذت بالاخر. انا على فكره بهاتي ومحدش بيرد عليا. بصوا الاطفال والشيوخ والكبار والبنات والناس كلها كانت موجوده في المدرجات. مفيش ما يمنع من شيخ مسن يروح يستمتع، وحد جاي من سوهاج وحد جاي من اسيوط وحد جاي من طنطا وحد جاي من البحيره. مفيش ما يمنع انه الاولاد اهو زي ما بقول لحضراتكم، هاني رمزي وابنه، الناس كلها موجوده، كبار المسؤولين، كل الدنيا كانت موجوده في المدرجات. برادلي كان مبهور يوميها بالشكل والمنظر. في النهايه جاب 40,000 جنيه، 42,000 جنيه الايراد اللي دخل خزينه الزمالك من هذا اللقاء. ارجوكم لو كلامي غلط، السيد اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك يطلع يقول لي يا كابتن احمد انت مخطئ، اقول له انا اسف يا فندم، حضرتك قول لي الرقم الصحيح.